هاي هنا أنا ضربت أستاذ ضربة هماتين قوية يوم الأربعاء، ووقع على الحائط حيل يعني بس من وقع على الحائط رجع بالقاع هم انضرب. أستاذ هي من شدة الضربة انضرب ضربتين يعني. طبرات الطبق بالسكين هنا وهنا. جابت قوطية مال ملح حطتها بعينه، جابت ايده شالته وحطتها هيك حيل على الطبخ. هو قام يصيح، قلت له ماما ترى مات. قالت لا كذاب بده يمثل، تضرب بيه. قال يلا قوم قوم بدها تمثل. كافة الأجهزة بالمراقبة رجاء الوقت الحاضر نأكد بخصوص تأكيد وأمر السيد واحد داخلية المحترم الموجه إلى السيد وكيل وزارة شؤون الشرطة المحترم وبإشراف وبالمتابعة الشخصية من قبل السيد واحد مكافحة المحترم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية المشددة بحق مرتكبي جريمة قتل الطفل البريء موسى ولاء. ابوك من يجي مثلا يشوف اثار بيك وباخوك ما الضرب ما يسالكم هاي منو ضربكم شنو الموضوع؟ لا ما يسالنا. يعرف هي تعذبكم؟ سيدي حتى كم مره ضربتنا وضربنا قدامها. هو يرد يضربكم اليوم مره ثانيه؟ جابت اول شيء صاحتها وقفتها بالمطبخ مكان المطبخ، جابت قوطيه مال ملح حطتها بعينه. المره هذه تحطها بعينه، حطت شويه بعينه قام هيك هو يفرك بعيونه قام يحرق. نوبة جابتها وحطتها بحلقه، تعبي بحلقه وترجعي ورا. قال ماما راح تقيأ اني. تقول اذا تقيأته قلت لك واحط لك بعد. تقيأ تقول يلا ارجع اكله. يرجع هو ياكله. هنا على ايده سيد وهاي ايده ذني ترى محتاجات. بشنو؟ حرقت على الطبخ. شلون؟ شالتها هي سيدة قوية. انا ابويا ما يقدر لها. ابويا ضخم وهاي ما يقدر لها. جابت ايده شالته وحطتها هيك حيل على الطبخ. هو قام يصيح. هاي الخشبة وين راحت بعدين؟ هاي سيدي من انكسرت حطتها على المجمدة. كانت بصفة المجمدة. فانا ايش سويت؟ انقهرت عليه لان اخويا بعد شمرتها ورا المجمدة خفيتها ضميتها حتى بعد ما تضرب بي. يعني مو هي ضمتها لان احنا من جينا نبحث دورنا ما لقينا بالبداية بعدين انا سيدي ضميتها. هاي انت ضميتها. على مود تظل تضرب بي ورا المجمدة دفعتها حيل بدون ما تدري. والله سيدي شكو خشبة شكو عودة بالبيت كسرتها على ظهرها. بعد اكو اثار براسه قوية فتحة شنو؟ اي سيدي اكو لنا 3 هنا و2 ورا. شنو ذنب بيش؟ هاي اللي هنا سيدي ضربته بالسكينة، ذني 3 بالسكينة ضربته. شلون بالسكينة؟ حيل هيك طبرات الطبر بالسكينة هنا وهنا. شلون كان ياكل ويشرب العاد؟ انا كنت اطي بدون ما تدري. تطب حمام هي تصعد غرفتها بالاستقبال، غرفة الاستقبال هول. تعال هاك لأن كل على السريع قبل لا تشوف امي. انت شلون عرفت بي توفى الله يرحمه؟ نفس ماكو، عيونه صار بيض. قلت له ماما ترى مات. قالت لا كذاب بده يمثل تضرب بيه. قال يلا قوم قوم بدها تمثل. انا بهاي الاثناء كان على رجلي كان يمي مي دا صحي. اذب عليه ماي ما اعرف شو اسوي. تخبرت يعني بس اريد اصحي اريد يقوم شلون ما اعرف. وش صار؟ هي جت شافته الوضع طبيعي. التعبر من يمس سوي غدا والوضع طبيعي كل شيء ماكو. ليش هو بيش ساعة هذا الحكي قطع النفس؟ قطع النفس الساعة 11 وب3 يلا خبرت ابوك؟ ل3 تحرق القلب بس سوي غدا والوضع طبيعي والجهال دا يلعبون وكل شيء ماكو. عبالك كل شيء ماكو وضع طبيعي وانا قاعد بصفه بس اريد اصحيه. وتالي عرفته مات؟ ايه يعني اخوك مات على رجلك؟ ايه. انتوا وين عادة تسبحون؟ احنا؟ ايه؟ انا سيدي بالحمام واخويا هاي الشهرين 3 قامت السبحة بالطامة برا. زين وتلبسه ملابس شتوية هم شفنا بالصور. شتوية صحيح. ليش؟ شنو السبب؟ على مود الآثار البي ما تبين. لأن طويل حمود ما تبين آثار البي. زين هنا اريد اسألك سؤال. خلينا نجي لسالفة ابوك خابرتوه جاه واخوك ميت متوفي الله يرحمه.
شنو اللي صار بين الام والاب؟ الام سيدي كانت قاعده على الدرج، هو اجى لا شافه ولا داسه ابد، باع عليه هذا الطفل ميت. هي بكل برود وبكل صلافه يلا عادي روح دفنه، ايش تسوي له بيده؟ يلا عادي روح دفنه. وجاء شاف ابنه الدود ياكل بيه، ايش سوى؟ ما سوى شيء، كل برود يمثل حق بروحه اقعد انا دابكي عليه، ودمعه ماكو، والله دمعه ماكو، والله وجل شنو هذا اخوك؟ شو يعني الام تقتل بيه والاب هيك يعني شنو السبب؟ السبب سيدي على شغلات بسيطه، يعني عنده شيء مسوي شيء لو وكح؟ لا سيدي لا حال احنا حالنا حال اي جهال، اي بشر ناكل ونشرب، بس الا انا بيتها، هي ببيتها. جهالها الاثنين البقيه هم كانت تضربهم؟ لا سيدي، معاملتها وياهم تختلف عن معاملتنا. هذا اللي صار هسه والتعذيب، اريد اسالك انت قريب على الحدث، شنو سببه مثلا؟ تكره امك؟ شنو ليش؟ اي سيدي تكره امي حيل. باوعين هاي الثقوب، هاي منو سواها؟ استاذ هي هاي المقتله، هاي شو اسمها مال الظهر، يحكون بها الظهر الخشب. منو ضربه؟ انا استاذ. كم ضربه ضربتي؟ ما اعرف استاذ، ما حسبت. يعني ايش قد تقريبا؟ وايد. زين، راح اشوفك اللقطه الاخرى. هاي الصوره شوفيها. نعم استاذ. هاي وين الضربه مالته؟ هاي استاذ انا ضربته بالشفشر. بالشفشر؟ نعم سيدي. وبعد؟ بس بالشفشر. هذا الطفل من ظليت تقتلين بيه وتطعنين بيه ما استنجد بيك؟ ما قال لك؟ مو يصح لك ماما هو؟ نعم سيدي. يقول لك ماما لو لا؟ نعم سيدي. ليش ما توقفتي عن الضرب؟ وصلتي للموت، خليت الدود ياكله. زين، وهاي اللي براسه؟ هاي سيدي قلت لك بالجامع كانت مفطوره الجامع مال الباب. ايه. وضربته ضربه قويه وراح عليها، يعني ما كنت انا محاسبه انه هو راح يروح على الباب وينشق راسه. بعد شوفنا، خلي تشوف شو مسويه بيه للطفل. هاي هنا انا ضربته استاذ ضربه هماتين قويه يوم الاربعاء، ووقع على الحائط حيل يعني بس من وقع على الحائط رجع بالقاع حمى انضرب. هو انضرب؟ استاذ هي من شده الضربه انضرب ضربتين يعني. هذا التعذيب اللي صاير بجسمه، اكو احد شاركك بالتعذيب؟ لا سيدي. انت وحدك استخدمتي الملح، دبيتي على عينه وحاولتي توكليه، واستخدمتي السكين بطريقة التطبير، ضربتي مو طعن، واستخدمتي الآلة الخشبية اللي طعنتي بيها، هاي موجودة بإيده 31 طعنة، واللي هنا برجله وكذا. أحد غيرك طعنه هاي الطعنات وعذبه؟ لا سيدي أنا. أنت وحدك. زين، قتلتي تعذيب لو قتلتي ضربة واحدة ومات؟ لا استاذ عدة ضربات عدة ايام ضربته. جاوبيني على السؤال، تعذيب لو إيه. تعذيب. زين، لحد هاي اللحظة وهاي الصور البشعة اللي دا نشوفها اللي احنا متألمين بيها، ما شفنا عندك لا ندم ولا دمعة حزن، ولا انت حاسة انه هذا اللي يصيح لك ما قتلتي. الحضانة من حق الام، ليش فرطتي باطفالك؟ شنو فرطت بيهم؟ انا قدمت بلاغ مال الحضانه بس كان يجي يهددني. اسمحي لي، وين قدمتي البلاغ بيا مكان؟ بالتاجي، مركز شرطه؟ مالتهم. كملتي راجعتي على الدعوه؟ رحت واخذنا الشرطه اللي هو يسلمهم البلاغ. ايه تبليغ. نعم. طاياهم بالباب، احنا كنا حتى انا وامي بالسياره، قال لا تنزلون انتم بس قعدوا هنا لان اكيد راح يحكي يصيح كل شيء يصير. بقينا بالشفته، طلع هو بوقتها واخوه وما اخذ التبليغ. ما عدى بالليل اجى يقول لي تبلغين، ما انا ما علي، تعرفيني كل الزين، لا اعترف بقانون ولا بعشاير، اخذهم صار اضربهم طلقه. يعني انت عندك دعوه